بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله أحباب، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. عدنا لكم بعد غياب طويل، وإن شاء الله نمتعكم اليوم بطبخة حنيذ الحاشي. طبعا البعض يسألني يقول هل يصلح الحنيذ بالحاشي؟ طبعا أكيد، هذا طبعا حاشي حوار، فيه الطعم فيه أحسن من الغنوي بألف مرة. المكونات بسيطة جدا، عبارة عن ربع ملعقة كركم، وملعقة ملح، ورأس ملعقة كمون أو مشكل بهارات، ورأس ملعقة صغيرة فلفل أسود. هذه هي المكونات. بسم الله، نخلطها وعلى بركة الله. واليوم إن شاء الله راح يصير أحسن حنيذ وطعم ولا أروع، وبطريقة سهلة، وزي ما نعودكم دائما ما فيش تخفي بأي سر من أسرار الطبخ، نعلمكم بكل التفاصيل. طبعا هذا اللحم زي ما قلت لكم حوار، نرش عليها اللحم. هذه الرشة تعتبر للمندي أو للحنيذ بهذه الطريقة. بعدين نفرك اللحم بهذه الطريقة. يلا، بعد ما انتهينا من توزيع البهارات على اللحم، شوفوا بهذه الطريقة، توزيع خفيف فقط. عندنا الطريقة الثانية الذي هو الضغط، الذي يوازي حفرة المندي بدون ماء. طبعا اعملوا عادل أي شيء، واعملوا شبك من هذا الذي متوفر معه الشبك هذا، أو يحط حجر أو قصدير، أي شيء عازل من الضغط واللحم. خلاص بهذه الطريقة نرص اللحم بهذه الطريقة. بسم الله. وهذا الشحم من فوق، الشحم من فوق مشان يطر اللحم. طبعا هذه درجة الحرارة على القدر بالبداية لما يطلع معنا الصفيرة. خلاص بعد المرحلة هذا يا شباب ننزل النار بهذه الدرجة، تكون النار هادئة على الضغط، من أجل ما يحترق علينا الضغط ولا يصير في شيء. هكذا لمدة ساعة وربع، لأنه اللحم عندنا حوار صغير يستوي بسرعة، كله على حسب نوعية اللحم مدة الاستواء. في بعض اللحم يستوي بساعتين، في بعض اللحم ساعتين وربع، في بعض اللحم ساعة ونص، وكذلك ساعة وربع أقل لحم. يلا تشوفوا المفاجأة بعد ساعة وربع. شوفوا طبعا الضغط خلاص. يلا شباب، الآن انتهى الساعة والربع. الآن نريكم المفاجأة الخرافية للمندي الحاشي. طبعا ما شاء الله. تعال. ما شاء الله تبارك الله، هذا اللحم الذي عليه الكلام. طبعا اللحم ما شاء الله مهري من الأخير. شوفوا ما شاء الله هذا اللحم. شوف يا شباب، هذا الحنيذ الحاشي، هذا هو الحنيذ الحاشي. بسم الله. وبالأخير هذا هو طبقنا الجميل بالشرح المبسط والسهل. أتمنى أن تكون الوصفة هذه قد أعجبتكم. لا تنسونا من الاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد، وتقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله.